قصر المنيل أنشئ بجهود الأمير محمد علي توفيق. التصميم المعماري للقصر يضم مزيجا من الطرز الإسلامية كالفاطمي والمملوكي مع تأثيرات عثمانية وأسلوب أندلسي وشامي وغيرها من المدارس الإسلامية الزخرفية. تبلغ مساحة القصر والمجمع حوالي 61711 مترا مربعا، منها حوالي 5000 مترا مربعا مبان، والباقي يشمل الحدائق والمناطق المحيطة. في التجديدات الحديثة تم ترميم القصر وعاد عام 2015 كمتحف يعمل للجمهور. مكونات القصر وما يضمه من أقسام. القصر يضم عدة مبان وأقسام ذات وظائف مختلفة، مثل سراي الاستقبال، سراي الإقامة، سراي العرش، ويحتوي على قاعة العرش. المتحف الخاص يضم مقتنيات الأمير من تحف، مخطوطات، سجاد، أدوات كتابة، خزف وغيرها. متحف الصيد يحتوي على نماذج لحيوانات محنطة، تماثيل، لوحات، قرون حيوانات. المسجد داخل القصر، وبرج الساعة، والسبيل، والحدائق المحيطة بالقصر.